السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد. في البداية أحب أشكر كل إخواتي الجزائريين على دعمهم لنا في القناة وعلى تعليقاتهم الجميلة والإيجابية اللي بتشجعنا إن احنا نتكلم أكتر وأكتر عن دولة الجزائر. فيديو جميل ورائع، يلا بينا نشوف الفيديو ونرجع تاني مع بعض. تكتسي الفلاحة بمنطقة القبائل أهمية كبيرة وبصفة خاصة لدى سكان الأرياف، بحيث تعتبر فاكهة والتين من بين الأكثر انتشارا في المنطقة لتحقيق اكتفاء العائلة الذاتي وتوجيه نسبة من المنتوج نحو الأسواق المحلية. لا اللي غادي يخدمون ميساي فيت تيخدم دابورين تا غادي يلاحق زكيس يا ميم طون ما عدد باغ اكزومبل فين يسعنا كوكبري ما عدد مستبري دي تشان يسعى لا جار يا ميم طون غادي يعاوني مانيس باغ اكزومبل ما جمع داك نطار تزرت اثن السبتوره تزرت العاليه تنخدم 160,000. محصول يوجه كذلك نحو التجفيف وتسويقه على مدار السنة وعلى المستوى الوطني لما له من نوعية جيدة، وهو النشاط الذي يزاوله عمي الصدق وأصدقاؤه بقرية محفوظة ببلدية بوحمرة ببجاية. تزرت نكون تزرت العالية ولا بركان صعب مريوس ويل الشامبيون ستاديان تزرت تيعزلش الحومان هو الحومات وديال الطومبيراتور برا خارنا كارنتنا بارستوها حما الحال اش غتصور تبيصور ربي العالمين. منتوج بسيط وإمكانياتنا أبسط في عملية اقتصادية تحقق أرباح في حال إدخال مزيد من الإمكانيات والترويج للمنتج على مستويات أعلى من تسويقه داخليا وفقط. شفنا مع بعض فيديو جميل جدا ورائع، اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. استنونا ان شاء الله في فيديوهات تانية كتيرة عن دولة الجزائر. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. استنونا ان شاء الله في فيديوهات تانية. اسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.